بالايام السابقه غالبيه الشعب العراقي كان ملتهي بتشكيل الحكومه وشلون مشى الرئيس وكلاوات خفض سعر صرف الدولار، لكن اكو فئه ثانيه ملعونه بداء الفضول وتدور بالعصائب حب رقي، يعني مثلي شخصيا. وهذا الفضول يا صديقي المشاهد خلاني اسال سؤال مهم جدا واهم بهواي من السوداني وكابينته وحتى حب الرقي، مقتدى الصدر وين مختفي وليش رجع اليوم؟ قبل لا نعرف ليش يا اصدقائي ضروري كلش ان تحطون لايك للفيديو وخلنا نسولف. 30/8/2022 وبعد ليلة طويلة من القتال بين السرايا والمو سرايا ظهر مقتدى الصدر وألقى خطاب عاطفي وارتجالي للأخير. هذا الخطاب يا صديقي المشاهد كان آخر ظهور إعلامي لمقتدى الصدر وبعد ذلك ما شفناه أبدا. وكل ما يصير حدث سياسي معين تلقى الناس تنتظر هسه يحكي السيد وبعدين يحكي السيد، وهسه يخطب السيد وبعدين يخطب السيد، والسيد ماكو. صارت مظاهرات 1/10 والسيد ماكو، صارت مظاهرات 25/10 والسيد ماكو. الحكومة تشكلت والسوداني صار رئيس وزراء والسيد ماكو ولا نفس. وفعلا يا صديقي المشاهد الوضع بدأ يثيرني شخصيا، ليش السيد ساكت؟ هل هددوه؟ هل اختالوه؟ هل سافر الكوكب فيجا حتى يتفاوض مع قندال حتى يأجل سالفة 2024؟ بصراحة يا عزيزي المشاهد وعلى قولة علي المرجاني وي دونت نو. الموضوع يا اصدقائي صار يثير شكوكي اكثر، واني بالصلاة على محمد وآل محمد انسان كلش فضولي. وبعدين مو بس الفضول هو الدافع الوحيد اللي يخليني اسأل وين السيد، انما السيد ترى عنصر اساسي بالعمليه السياسيه، والعمليه السياسيه لا طعم الها ولا لون بدون السيد. يا اخي تخيل وياي هاوس اوف ذا دراجون بدون تنانين، او البرلمان العراقي بدون علي نصيف، او الدوري الاسباني بدون برشلونه. اقول لك خويني يعني هي برشلونه اصلا موجوده بالدوري؟ ممكن يا خويني ما تحرجنا، لان اكو ناس ب 2022 تحب هذا النادي، فاكرمنا بسكوتك بشرفك. المهم يا خويني المشاهد، ومثل ما قال احد فلاسفه الفيسبوك انه الانسان لا يعرف قيمه الاشياء الا بعد فقدانها، واحنا فقدنا ملح العمليه السياسيه بكل صراحه. يعني اقول لك انت ما مليت من التطبيل، تحكي لنا هسه وين السيد يا معود؟ للامانه وحتى اكون صريح وياك يا خويني المشاهد، فالسيد موجود بالعراق لا مهددي ولا قاندال الى ايد بالموضوع، بس الظاهر انه اكو اتفاق غير معلن بين التيار الصدري والاطار التنسيقي وبقيه الاحزاب. شلون هو اتفاق غير معلن واني جاي اقول هذا الحكي؟ خليني اشرح لك. لما تجي وتقرا البرنامج الحكومي لمحمد الشياع السوداني راح تشوف فقره لازم وضروري كلش ان تصفن بيها، وهاي الفقره يا محفوظ البقى والسلامه تقول انه لازم يتعدل قانون الانتخابات خلال 3 اشهر، وان يتم اجراء انتخابات نيابيه خلال مده اقصاها سنه. فالحكي الموجود بهاي الفقره هو نفس الحكي اللي لح عليه مقتدى صدر بايام عاشوراء واكده كل الفاعلين بالعمليه السياسيه. يعني هم سنه كامله يتعاركون بالشارع، وابو القاذفه والمحاكم والغرف المغلقه، وقضيتنا وصلت للامم المتحده وبلاس خاطر نزلتنا، ويجي السوداني بالاخير يقول انتخابات مبكره. شو انا ما مقتنع يعني. هو هنا الحكي يا خويني، وحرفيا مو منطقي ابدا ان نشوف فقره تخص الانتخابات المبكره بعد كل اللي صار، لكن وبعد صفنه طويله اقدر افسر وجود هاي الفقره تفسيرين. التفسير الاول انه الاطار جاي يخدر او يجامل التيار الصدري، او يمكن يكون باب خلفي لهروب محمد الشياع السوداني في حال صارت مظاهرات بالايام الجايه. اما التفسير الثاني واللي اشوفه اكثر منطقيه هو وجود اتفاق سري بين القوى السياسيه وبضمانات دوليه على انتخابات مبكره. ليش اشوف التفسير الثاني اكثر منطقيه؟ لان مثل ما قلت مو معقوله بعد العركه اللي صارت يجي الاطار ويقول نسوي انتخابات مبكره بدون وجود اتفاق سري. اما سبب ظهور مقتدى الصدر اليوم فالواضح جدا يا صديقي، وبغض النظر عن كون اليوم هو يوم الجمعه واكو مناسبه دينيه، فاكو حديث حول الغاء قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل. سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية وحسب صحيفة عكاظ طلبت من السوداني أن يلغي هذا القانون، وكلنا ندري يا أصدقائي أنه مقتدى الصدر والكتلة الصدرية هي اللي كانت وراء تشريع هذا القانون. فمقتدى الصدر راد يقول للجماعة ترى أنا موجود وأقدر أتحرك بأي لحظة، وقانون تجريم التطبيع خط أحمر. الخلاصة عزيزي المشاهد، مقتدى الصدر والتيار الصدري مو سهلين ولا أغبياء ولا غايبين عن المشهد، إنما منطقيا وحسب كلامي السابق أنه أكو اتفاق غير معلن وأكو مهلة أقصاها 1.5 سنة لهاي الحكومة. إذا أوفت الحكومة بوعدها وسوت انتخابات مبكرة حسب الأصول الوضع راح يكون لوز. أما إذا السوداني والإطار بشكل عام ظل يلعب بمقدرات الدولة وما قدم شيء ولا سوى انتخابات مبكرة، فبأقرب فرصة راح تلقون التيار الصدري بالشارع وبشكل أقوى من السابق، لأن الجو العام والرأي العام راح يكون مهيئ للتظاهر، والتيار الصدري راح يستغل هاي الأجواء. فننتظر ونشوف هاي ال3 أشهر. إذا تم تعديل قانون الانتخابات فالوضع ماشي مثل ما هو متفق عليه، أما إذا صار العكس فبس الله يستر. يلا ولي. لا تعال هاي بوصل خشمك. إذا حبيت هذا الفيديو لا تنسى تسوي لايك ومشاركة لأصدقائك، وإذا أول مرة تشوف قناتي فأنصحك أن تشترك وتفعل التنبيهات، وبدربك شوف خانة التعليقات وناقشنا وحط تعليق حلو مثلك. وشكرا للمشاهدة ويا ربي احفظ الجميع.